ربات البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على اخواتي وحبايبي واصحابي، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اهلا وسهلا بالناس اللي دخلت شرفتني وكتبت لي كومنت كمان جميل، والناس الجداد انا برحب بيكم كلكم ومتشكرة جدا على الكومنتات الجميلة. حبايبي، طبعا احنا لما باجي بطلب الشير واللايك صدقوني علشان ناس كتير بتبقى نفسها تستفاد، نفس الفيديو يروح لهم، فربنا يجزيكم كل خير. اللايك بصبعك الحلو كده خديه صدقه عنك وعن حالك وعن اولادك، كانه صدقه جاريه. لان عايزين الكلام ده يخش بيوتنا ويخش بيوت بناتنا واحوالنا. بصوا يا جماعه، اول حاجه كده هنصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وفك العقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم امين. النهارده موضوع جميل انتوا طلبتوه مني، انا مش كسلت، بس ساعات بيبقى في موضوع غالب على موضوع. النهارده موضوعك ايه يا ميمو؟ النهارده موضوع ازاي تدبري حالك في بيتك وازاي تمسكي مصروف. في بنات لسه متجوزه بقالها سنه مش عارفه تمسك مصروف البيت، وتقول لك انا مش عارفه ابتدي منين واروح منين واجي منين. وفي واحده بقالها سنين ومع الغلا مش عارفه تدبر وتعمل، وبتيجي في نص المصروف تقول سلمت الايه انا مش عارفه اعمل حاجه. الرايه البيضاء تعالى انت امسك المصروف، ويبدا طول الشهر في خناقات وفي تداول ما بينها وما بين جوزها، الا كفه الا ما كفاش، الا ينفع الا ما ينفعش، الا طب انا اعمل لك ايه وانا بشتغل، انا بعمل اللي عليا. ودايما بيوتنا اغلبيتها الشكوى دي، محدش يقول لا ما بيحصلش، لا بيحصل، في اغلب البيوت بيحصل. طب يا ميمو، طب هنعمل ايه؟ او ايه المشكله هنا؟ هو ما فيش مشكله، هو المشكله ان احنا مش عارفين نديره بس، ما فيهاش اي حاجه. يعني ايه؟ زي ما جيت كلمتكم يمكن كانت فادتني حته صغيره قوي ااكد فيها في فيديو لما قلت لكم ازاي تختاري شخص المناسب ليكي. من ضمن الحاجات اللي كنت عايزاكم تتكلموا برضو مع العريس اول ما بيجي، بتعرفي ان هو دخلياته ايه. يعني انت مثلا بالاسبوع، انت بالشهر، انت لا، ايه اللي عندك ثابت، ايه اللي عندك مش ثوابت، ايه اللي عندك كده. تبدا فتره الخطوبه دي مش مجرد ان انا معلش، يعني انا عايزين نخرجوا، عايزين ناكلوا كوشي مش عارفه فين، عايزين ناكلوا مش عارفه اشطوطه مش عارفين. بلاش دايما هي كل فكره الخطوبه بيخرجني ما بيخرجنيش، بيوديني ما بيودينيش. لازم تكون في القعدات اللي انت بتقعديها بره، استغلي الوقت اللي انت بتقعدي مع خطيبك واعرفي دماغه ماشيه ازاي. هل هو دماغه حلوه؟ هل هو دماغه كويسه؟ هل هو انسان منظم؟ هل هو جدير انه يكون اب ومسؤول عن بيته؟ كان جاني سؤال قبل كده، عايزين نعرف الانسان اللي يكون جدير يكون اب ويكون جدير ان هو يكون صاحب مسؤوليه. ما ده بعرفه من الخطوبه. انا بعرفه منين؟ لازم يعني اقول له طب لو حصل كده بتعمل ايه، طب ايه دماغك، طب ايه الدنيا. افضل اجيبه يمين وشمال واشوفه تفكيره عامل ازاي. هل هو هيرمي لك المسؤوليه كده وخلاص؟ طب وهل هو داخلياته ايه؟ افضلي. دي عباره عن يا جماعه دراسه جدول. يا جماعه الخطوبه دي والله فتره ما سهله. الفتره الخطوبه مش فتره سهله، دي فتره صعبه، بس احنا بنكروتها، بنضيعها شقره ونقاره. يلا عزايم، يلا ده، يلا كاني، يلا ماني، مفيش. ونبدا بقى يخشوا الجواز. حلو، ابدا بقى بدء العمل، بدء الجد بقى. يلا نشتغل بقى في الجد واحصائيات بقى، وتعالى بقى ورقه وقلم، وتعالى قول لي بقى دي انا عندي وعليا وانت عليا وانت يبدا بقى. طب الله، طب فين الاتفاقات دي من الاول؟ طيب هنعمل ايه؟ طب يا ميمو، انا دلوقتي جايه لكم بافكار كويسه. حلو الكلام. دلوقتي انت اتجوزتي خلاص ومعاكي شريك حياتك ودنيتك كده، وانت قاعدين دلوقتي انت وهو في قلب بيتكم، تمام. اول حاجه انا بتفق معاه، انت دلوقتي انت داخلك كام؟ والله انا داخلي 5000 جنيه او داخلي 4000 جنيه. خلاص، بيقبض 4000 جنيه، تمام. اول حاجه بتعملي ايه؟ مثلا نقوله كده، ده مثلا المبلغ مثلا سيان ال 5000 جنيه. خلاص كده، الشهر فيه كام؟ 4 أسابيع. أنا عايزاكي تجيبي 5 ظروف، مش 4، 5.
تمام. عايزاك تجيبي 5. طب 5 ليه؟ هو الشهر فيه 4. لا، ما انا عايزاكي بقى تركزي معايا. انا باخد ال5 ظروف دي، حلو، وباجي افنطهم. باجي مثلا احط مثلا 200 جنيه احطها كده سيام بقى. احنا مثلا مش هنقول بقى 200 يعني، مثلا احنا هنقسمه ال 4000. طبعا انا مش هاخدهم كلهم، هو لازم يكون طبعا في جيبه حاجه. اذا لو كان هو بيشتغل شغل بعد الظهر، او هو ليه تبس، او ليه حوافز بياخدها في خلال الشهر، فدي يعني تبقى في جيبه. ممكن يجيب لنا هو جاي كيس فاكهه، ممكن يجيب لنا كيس لبن، دي خلاص ماشي، يبقى ال 4000 معاكي. طب هو ملوش بقى الراجل ده، ما حلتوش غير ال 4000 دولت، ما عندوش يعني ما عندوش دخل خالص غيرهم. حلو. بعمل ايه مثلا؟ لو هو ما جيش بس ايه يعني، اقول له بقى ايه مثلا لو مدخن بقى، طب انا فين سجاير؟ انت كمان عايز تاخد منهم سجاير، ويبدا المشاكل. لا، انت مالكيش عليه تقولي له بقى كده، يا تنصحي وترشدي بالحسنى. يعني اجي مثلا في مره يقول لي ايه، طب انت ده مش كافي، طب انت هتقضي منين؟ هقول له معلش بقى، معلش، ربنا يا رب كده يقدرك. حتى لو قدرت، يعني لو قدرت تقلل من السجاير شويه، معلش. انا طبعا دي حاجه انا عارفه ان المفروض ما تدخلش يعني معاك فيها، بس هي منها بس بتاثر في المصروف شويه. ان قدرت الله، كلمه طيبه منك صدقيني، ممكن هو بينه وبين نفسه كده يعني طريقتك حلوه حنينه. خلاص، هناخدوا ال 4000 جنيه. أول حاجة هنقسم ال4 على 5. 4000 هنقسمهم على 5 ظروف. يعني يا ميمو كل واحد فيه قد إيه؟ 750. حلو الكلام؟ 750 جنيه. كل ظرف فيه 750 جنيه. طيب انت دلوقتي خلاص يا ميمو حطيتي كل ظرف اهو جوه منه، فتحت كده مثلا الظرف وحطينا كده كل ظرف هنا فيه 750 جنيه. قسمنا ال 4000 على 5 اسابيع. بعمل ايه؟ اول حاجه، تمام، بمسك كده الكشكول بتاعي او الاجنده بتاعتي، ابتدي اشوف ايه الاساسيات اللي انا اول حاجه بدفعها قبل الاكل. يعني النور، الميه، الغاز، التليفون، النت. هتقولي النت، ايوه بقى دلوقتي النت بقى زي الميه وبقى زي النور وزي، خلينا متفقين يعني، بلاش نتكلموا كلام ايه انشا. النت زيه وبقى بمبلغ. يعني النت بقى دلوقتي اقل حاجه بتدفعيها 300 جنيه، صح؟ فمبلغ. فاما احط 300 جنيه وبحط مثلا 150 ميه، 150 نقوله ماشي، ادي كده 300 600 جنيه. خلاص. وبحط كمان غاز، يبقى كده ال 750 جنيه. يبقى معايا غاز، ميه، نور، نت، عاملين 750 جنيه. يبقى ده الظرف ده اللي معايا. خلاص، ده بتاع الاساسيات اللي لازم ادفعها. شقتك تمليك خير وبركه، شقتك ايجار، حطي معدولات الايجار بتاع شقتك. خلاص كده، ما اجيش جنبهم دول. اول حاجه اول ما اعملهم استحاله اجي جنب دول. طيب الظرف الثاني يا ميمو، الظرف الثاني اهو سيان، يعني هنحط برضه كده كانهم 750 جنيه، احطهم في الظرف الثاني. خلاص، ادي الظرف الثاني. الظرف الثاني بقى بتاع مين؟ خلاص انا كده دفعت ايه يعني. اجي بقى حلو كده، معايا دروس ولادي، ماشي. انا بدفع مثلا دروس ولادي، شوفي مثلا قيمتهم قد ايه مثلا في الشهر. حلو الكلام؟ سواء معاكي عيل بقى في حضانه، سواء معاكي كده، سواء معاكي كده، سواء معاكي كده. مثلا عندي مثلا بدفع مثلا حاجات متطلبات جمعيه، معرفش يعني ايه كده، ايه هو دروس جمعيه، حاجات زي كده. يبقى الظرف ده برضو بعمله ايه، حاجات اساسيه. انا كده لسه ما دخلتش في الاكل. دول مهمين جدا عشان دول زي كانهم ديون، ما اقدرش اخد منهم حاجه. ان قصرت هنا هيتكوم عليا ومش هينفع. لو جه الشهر الجاي ميه على ميه، ف 300 على 300 هيبقوا 600، مش هعرف ادفعهم. حلو كده، هيبقى في عبء عليا، وما اقدرش اخر جمعيه، انا قبضتها فما اقدرش اخرها. تمام كده؟ الناس اللي مش داخله جمعيه ماشي، مفيش مشكله، ممكن تكوني جايبه حاجه يعني وارد يا جماعه. في ناس بتخش جمعيه وفي ناس بتجيب حاجات بالقسط، عشان يبقى ايه، يبقى احنا دماغنا رايحه لكله، لكل الفئات اللي حوالينا. يبقى احنا بنجمعوا كل المديونات اللي هي اساسيه لازم تدفع، بعمل لهم ظرفين على جنب.
انا بقول لك بقى قيسي على مرتبك اللي انت بتاخديه، وبكلم اللي لسه متجوزه بقالها سنه، اعملي كده يا حبيبه قلبي، حطي اساسياتك على الظروفه دي كده. خلصتيهم ادي 2 مديونات لازم بخلصهم، خلاص انتهينا. طيب اخش بعد كده الظرف الثالث. ماشي، الظرف الثالث ده انا بجيب بقى كده واحط كده، ده خزين بيتي. ثالث ظرف معايا بحطه ايه؟ خزين بيتي. حلو. طيب هعمل ايه في خزين بيتي؟ بدخل ومعايا اجنته او نوته صغننه كده، واخش كده المطبخ بتاعي، افتح درج البهارات. ماشي، محدش يقول لي لا ده لازم كل شهر اجيب، ده لازم. لا، هو مش لازم، لان الحاجه بترطب، بتعضم، بتترمى خساره، فلوس برميها في الارض. انا واحده عايزه ادبر البيت، مش عايزه استهلك فلوس تترمى على الارض. انا واحده من الناس بلاش عشان فلانه بتجيب بهارات كذا وكذا يبقى انا لازم اجيب بجيب مش لازم. انت بتحبي تعملي ايه؟ انت جبتي قبل كده الشهر اللي فات حاجات وحطيها في قلب الدرج وما استخدمتهاش واترمت، ما تجيبهاش. انت مش من النوعيه دي. ما تبصيش لحد، ما تبصيش لحد. ما تبصيش لحد، ما تبصيش لحد جاب ايه، ما عملش. انت بتطبخي بايه؟ انت بتعملي بايه؟ اعملي اللي انت بتعمليه. افتحي درج البهارات بتاعتك، كمون، ملح، شطه، كله ايه. لا ده انا كله موجود، بس ما عدا ايه؟ ما لقيتش عندي غير فلفل اسود ناقص، يبقى انا هكتب هنا. ماشي، واجيب على قد البرطمان بتاعي. يعني البرطمان ده بياخد تمن، اجيب التمن ما اجيبش ربع. اقول له لو سمحت ظبط على التمن كيلو. خلاص ظبطت على التمن كيلو. البرطمان بتاعك واستهلاكك اقل من التمن، اروح اقول له عايزه نص التمن. انت واحده لسه بطولك طول الشهر، يعني ما بتستخدميش التمن كيلو، او ما بتستخدميش الشطه كتير، مش بتستخدمي البهارات دي كتير، الكاري مش بتستخدميه كتير، ده مش بتستخدميه كتير، يبقى بجيب كده. ايه اللي بيستهلك عندي؟ الكمون والفلفل الاسود والكزبره. اكتر 3 حاجات انا بستهلكهم، يبقى دول بجيبهم 8 كيلو. اكتب كده الناقص خالص. يعني معلش مش لازم مثلا ايه، دلوقتي مثلا انا عندي برطمان حلو، فالبرطمان دولت فاضل حبه دولت كزبره، لا ما اجيبش، لا هاتي. امتى ما اجيبش؟ لو البرطمان كله مليان ما عدا النص كده، لا هيكفوني الشهر. لو جبت وهو دولت هيرطبوا عندي، طب ليه؟ لا ما اجيبوش خلاص. انما لو انا عندي خلاص حابه اخر البرطمان، لا اجيب. مش لازم ما يكونش عندي برطمان يبقى احط خالص وفاضي خالص واقول انا عايزه انزل واروح وانا صرفت الفلوس اللي معايا كلها. لا ما ينفعش اعمل كده. خلاص كده يبقى انا كده شيكت على البهارات بتاعتي وكتبت الايه، الحاجات اللي لازمين. دخلت كده انا واخده، انا واحده عارفه نفسي بستخدم ايه. بستخدم 5 كيلو رز، اكتب 5 كيلو رز وابص واشيك على الرز اللي عندي، اشوف ايه الرز اللي عندي ده ايه. ممكن الشهر اللي فات ما كنتش استهلكت الرز ال5 كلهم، استهلكت 3 كيلو، بقى عندي 2، يبقى هجيب 3، مش هجيب ال5. تمام. الدقيق ما عملتش حاجه الشهر اللي فات خالص، وعندي دقيق زي ما هو، يبقى مش هجيب دقيق. البيكنج باودر والخميره لا عندي كتير، لا مش هجيب. الخل لا خلص، الخل عندي. لا السمنه بقى خلصت عندي، كان عندي قالب زبده خلص وكان عندي سمنه خلصت. يبقى انا بدل الدقيق والرز اللي كانوا عندي، يبقى انا الشهر ده هجيب السمنه وهجيب الزبده، مكان دول هجيب دول واكتبهم في خزين الشهر بتاعي. حلو. انا وانا بعمل المعادله دي انا عارفه نفسي انا ماشيه باني ظرف. خلاص حلو الكلام. انا ماشيه ومعايا جبت بيهم طلبات بيتي. يا جماعه انا بمثل، ها ما تاخدوش بالظبط ال5 وال6 و750، انا بديكم الفكره. جبت خزين بيتي، بقى عندي في بيتي السكر، الدقيق، الملح، الخل، البهارات، السمنه، الدنيا طبعا. ربنا برضو ايه يعني يجعل في توميننا في بركه. لو بتاخدي بطاقه تومين يلا بيزق معانا شويه. حلو الكلام. بعد كده يبقى انا كده بيتي تمام. طب تلاجتي بقى يا ميمو، احنا كده خلاص خلصنا الخزين. باخد بقى انا الظرف بقى، احنا قلنا اهو ماشي. كان في ظرف تاني واحد فين اهو. يبقى كده احنا عملنا ال3 اهو. حلو. الرابع بقى
للتلاجة، الفريزر والتلاجة. جزء بجيب منه برتب حالي. انا برضو انا واحده بمشي بالشهر، انا دلوقتي بكلمكم على اللي بيمشي بالشهر خلاص. فانا في الشهر بشوف انا مثلا ايه بيكفيني كيلو كبده، اجيب حتى اقسمه على ايه 4 تربع. في كل اسبوع كده بعمل ايه عشوه كبده، يبقى 4 تربع، بجيب كيلو حلو. بجيب لحمه مفرومه، بجيب فرخه، ما تجيبيش بانيه، البانيه كيلو ب 200 جنيه، ما اجيبش بانيه، انا اجيب فرخه كامله حلو الكلام، واقول له طلع لي الصدر بتاعها بانيه، واخد الوراك تمام، واحط الكبد والقوانص لوحده، احوشهم بقى. كل ما بعمل فرخه بحط الكبد والقوانص مع بعض لغايه 4 5 فرخات في مدار كل مره ما بجيب فرختين في الشهر حلو الكلام. بكون عندي كيسه فيها كبد وقوانص، بتوفر الحاجات دي، اكلات بتطلع من اكلات. الحاجات دي لما بعملها بتطلع من اكلات. انا جبت هنا اهوت، جبت الكبده، جبت صدق، جبت لحمه مفرومه، جبت فرختين، دولت جبتهم صنفيهم يا بيدو بقى. يعني ايه؟ يعني اللحمه المفرومه اعملي همبرجر منها، اعملي كفته منها، اعملي مسقعه منها، اعملي انا كده ان شاء الله تعملي كل مش هقول لك ربع كيلو طبعا، ان شاء الله في حاجه ممكن تعملي مسقعه باقل من ربع كيلو. ما هو لما تبشري حته ليا كده تخليكي ست كده مدبره بقى، ما انا هدبر ازاي واوفر ازاي من هنا بقى. الحاجه لما تكون عندي ربنا بيبارك، بصلتين ببشرهم مع حته ليا، ببشرهم مع شويه التوابل، مع شويه بقدونس، مع شويه الحاجات دي، بتعمل لي ربع اللي عندي، اكتر كمان. الحاجه من ربع كيلو بتطلع معايا كيلو الا ربع. شويه برغل اخدهم احطهم مع حته اللحمه المفرومه، واصبح كفته كده يا جمالها مع شويه شعريه. امسك كده هو دقيق واحنا بنجيبوا الخزين بقى، اللي هو بنجيبوا الحاجات بقى من فتحل، في وسط الحاجات دي اللي انا قلت لك عليها كيس دقيق رز. اعمل كفته جمبري، شويه جمبري لقيتهم في السوق كده ب 25 جنيه، اقوم حاطه عليهم نص كيلو دي رز، واعمل كفته جمبري، اعمل كفته لحمه مفرومه، كفته رز بشويه كل دي اكلات بتطلع منك. فهمتي الدنيا بتيجي ازاي؟ فهمتي التدبير بيجي؟ ولما بتعملي الاكلات الكتيره دي بتحطيها في قلب الفريزر، في قلب طبق الفوم، وتكتبي عليها الكبده، الصدق، الهمبرجر، الكفته اللي بالبرغل، الكبيبه. صنفي عندك اطباق، وعندك بعد كده بقى تعملي بقى اكله بقى بعد كده هو شويه صينيه بطاطس بشويه الجوانح اللي عملوا معاكي، اخده بالك كل ده هيتحوش يطلع معاكي اكله. بعد كده بقى اكله السمك ماشي، اكله، وهكذا. احنا صنفنا خزيننا وبيتنا، احنا ماشيين، دفعنا ديوننا، دفعنا اللي علينا، دفعنا كل حاجه. طيب خامس ظرف ده بقى مين؟ خامس ظرف ده بقى هنقوله بقى. طبعا احنا مش هننسوا الحاجه اللي دايما بتفق معاكم فيها، قبل ما بحط حاجه في الظروفه دي كلها بطلع حاجه لله. اوعوا تنسوا الحاجه دي، هي اللي ربنا هيبارك فيها، هيبارك في كل دولت، هيبارك في كل دولت. حاجه بسيطه جدا، تقول يا رب بارك لي فيهم، وتبقي متصدقه كده بحاجه منهم خلاص. طيب خامس ظرف ده بقى، ده ظرف الطوارئ، هو وحظه. وانا مثلا اثناء ما انا في الشهر وقفت غسالتي، هعمل ايه؟ ظرف الطوارئ، جات لي مجامله، هو جوزي ما معهوش، خلاص باخد منه، بستلف منه، باخد منه كده ايه 100، احتجت 150، احتجت 200، احتجت، ده بتاع الطوارئ خلاص. مفيش حاجه لا قدر الله، الشهر عدى على خير والدنيا تمام والدنيا حلوه، خير وبركه، يبقى اصبح ده هيتحط، مش بطلع منه، لا انا بسيب الظرف زي ما هو ماشي، وهحط الظرف بقى التاني بتاع الشهر اللي جاي، وافضل اقول الشهر ده بتاع شهر 3، شهر 4، شهر 5، افضل بقول ايه بس واكتب كده عليه. ممكن اخلصه كله، ممكن اخد نصه، ممكن ما اخدهوش، هو ورزقه. لا قدر الله عيلك تعب، لا قدر الله جوزك اتزنق في شيء، لا قدر الله، ده بتاع الطوارئ.
يبقى انا قسمتهم على 5 ليه؟ عشان في واحد بتاع الطوارئ هو وحظه، يا خدته جات لي عزومه، جاتني حد مش على بال ولا على، وانا قسمت اكلي علينا وقسمت فاكهتي ماشي، هو بقى ربنا كرمه. يعني زي ما قلت في رجاله ربنا بيكرمها بتلاقيه داخل لك بكيس فاكهه، داخل لك بلبن، داخل لك بكذا، وانت برضو مع خضارك في السوق. خلي بالكم برضو، وانا هنا هو طبعا برضو من ضمن الظروف اللي بقول فيها اللحوم اللي هو برضو يوم السوق. وكل مره في كل شهر بعمل ايه بقى يا جماعه؟ لما قلت لكم على موضوع التحويشه، ماشي، التحويشه دي بتنفعني لما باجي من السوق، حلو، ما برجعش الفلوس اللي انا بحوشها هنا، يعني ما يعني الفلوس انا يعني مثلا اتفضل معايا 3 5 6 مش برجعهم بقى خلاص، دولت انا بشيلهم زي ما وريتها لكم لوحدهم. وقلت لكم احنا بنعملوا بيهم ايه في الاخر؟ في الاخر احنا بناخدهم بنعيد تدويرهم، اللي هو ايه، لو ناقص حاجات في البيت ما بقدرش اجيبهم من هنا. يعني مثلا ممكن انا اعمل ايه في خلال الشهر؟ اعمل جمعيه مع نفسي واقبضها، واروح على محل بقاله كبير اجيب شكاره رز كبيره، اجيب 2 كيلو سمنه فلاحي في بيتي، داخل عليا شتاء، داخل عليا رمضان، افضل اخزن الحاجات عشان لما يجي عليا رمضان بنفس الدخل بتاعي ما اقولش طب ازاي الشهور العاديه هي نفس الشهور. ما هو ابطهم هيعملوا ايه؟ ما هو ربنا بيبارك. وانا بشطارتي اعمل جمعيه واقول دي بعملها علشان بجيب حاجات عشان شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين، بيبقى فيه برضه شويه ايه اكلات كلها بتبقى يعني ايه مفيش يعني يعني زي ما تقولوا ايه يعني زي ما اتعودنا عايزين نسندوا قلبنا ماشي. او في عزايم بيبقى فيها بتعزمي اولادك، بتعزمي حبايبك، بتعزمي اهلك، كل دي حاجات بتبقى ايه ضغط عن بقيه الشهور السنه، ليه مصاريف شويه، شهر ومصرف شويه، رغم ان شهر مبارك جدا وخيره كتير جدا والله وطبليته مليانه على طول. فده اللي انا طبعا بنصحكم فيه. طبعا برضو الحاجه اللي مش هنسى اقول لكم هي حته العروض، مش اي عروض، يعني يا ريت ان احنا نستفاد من العروض اللي بتحصل في كارفور او في فتح الله، حاجات تفيدنا. يعني مثلا انا بجيب ربس مسحوق، بجيب الحاجات دي، بجيب كل الحاجات دي زي ما قلت لكم كده، اي الخزين البيت مش انا قلت لكم مثلا دي بس يبقى كده، لا، الخزين كله عامه بتاع البيت، جزء المنظفات، العطاره، البقاله، كل دي اجزاء انا وانا بقى بروح بقى بالظرف بتاعي ده بمشي بيه، انا ببقى مصنفه، بحط مثلا 200 جنيه هنا، 200 جنيه هنا، 200 300 هنا، 400 هنا، لغايه ال 1000 جنيه اللي معايا دي انا بصنفها 1 2 3. المهم ان بيتي يكون طيب. انا جيت مثلا في شهر محتاجه فيه حاجات اكتر من منظفات، مش عايزه، ما تجيبيش بقى منظفات، وقفي ايديكي في حاجات اكياس ب 15 جنيه اللي هي ممكن تمشيني بس يعني الشهر ده بقى خلاص. الربسو عندك، ازازه الكحول عندك مطهر، اكتفي بيه، بلاش بقى اللي هو عايزه اجيب بليدج قصري الشهر خلاص. انت عندك في حاجه لاولادك بتعمليها. بنعمل نسعد ولادنا في مدار السنه بجمعيات، سواء بتعمليها مع حد سواء بتعمليها مع نفسك. كسوه ولادنا ماشي، بطلعها دايما من الظرف الخامس، بطلع دايما من الظرف الخامس اللي هو بعيد عن الاساسيات، علشان اجيب لهم حاجاتهم اللي ناقصه على مدار 6 شهور، على مدار العيد للعيد، مرتين 3 في السنه. شوفي انت حسب ما انت احتياجك لاولادك ايه، شايفه اولادك ناقصهم حاجه، ده بنطلون وخلاص باظ، ده عايز غيارات داخليه، فببدا اخد من الظرف الخامس. طيب بعد كده بعمل، عايزه صيف وعايزه اطلع مصيف واحنا ملناش نفس، يعني ملناش نفس نتفسحوا، لا نكون نتفسحوا، وفي مره واحده كده في السنه بعمل حسابي في جمعيه زي ما قلت لك بتدبير منك، واعمل مصيف هيكلفني ايه، 5000 جنيه، هيكلف 6، هيكلف اللي حسب المصيف اللي انت بتطلعي وبتلمي ولادك في شقه في مطروح وتكلفي لك 6000 جنيه ولا 5000 جنيه، اقدر ان انا على مدار السنه احوشهم واحطهم، علشان لما اقول لجوزي انا عايزه اطلع مصيف انا واولادي، انا ما بخرجش ما بروحش في اي حته، وده المصيف ده اللي بطلع فيه في الدنيا، ببقى محضره الظرف بتاع الجمعيه بتاعتي، سواء بتعمليها مع حد او بتعمليها مع نفسك.
بقبضها قبلها وبطلع مصيف انا وولادي. يبقى انت ست اداريه في كل تدبير البيت وكل حاجه ماشيه بسم الله ما شاء الله. عارفه انت لما تكوني كده وجديره كده وماشيه بالورقه والقلم، جوزك والله العظيم ما هيخبي عنك جنيه، مش هيخبي. هيخبي ليه؟ شايفك ولا بتيجي عليه ولا بتطهقيه ولا بتحاسبي كل شهر ولا بتعملي. لو ربنا جد عليه بجنيه هيقول لك ايه، على فكره الشهر ده ربنا كرمني وربنا اداني كذا كذا كذا. انما عارفه لو انت بني ادمه اللي انت عايزه مجرد ما تعرفي ان هو جاله قرش تطلعي له بصي عفريت من تحت الارض، المهم ان هم يتحطوا هنا. ومتطلبات بقى الست بقى الغبيه، معلش انا اسفه جدا، في ست غبيه اللي هي عارفه مقدره جوزها ايه، هو خلاص ما عندوش يعني، انت واخداه وعارفاه ان هو حدوده ده، انت واخداه وعارفه دي شغلته وعارفه ان ده قبضه كده. انت متوقعه منه ايه بعد كده بقى؟ متوقعه منه ليه ان هو هيبقى ساحر، هي معاه عصايه سحريه، عايزه كل يوم فلوس يجيب لك، وكل يوم عايزه وبنتي عايزه وده عايز؟ مش هينفع يا ماما. طب انت يا ميمو انت بتقولي على قبضه 5، يمكن انا قبضي اقل من 5 يا ستي، ايا كان ربنا رزاق. وانت فكرك انت احنا عايشين بالخمسه ولا عايشين بالاربعه ولا عايشين بالثلاثه ولا عايشين بالعشره؟ مفيش حد عايش بدخله، احنا عايشين ببركه ربنا. احنا مهما نحسبه بصي اجندات وجوابات ما بتمشيش بكتابتنا وما بتمشيش بطريقتنا، انما احنا بنجاهد نفسنا علشان ما حدش يخبط على بابنا ويقول لنا احنا عايزين منكم فلوس. فاحنا عشان كده ليه بعمل الطريقه دي، ليه بعمل الاسقف ده كده، علشان حتى هو لما يجي يكلمها انت عملتي بفلوس ايه، بص يا حبيبي انا بعمل ايه رايك، بعمل 1 2 3 كذا، ده الكذا وده الكذا وده الكذا وده الكذا وده الكذا وده الكذا. فانا والله يعني بعمل على قد ما بقدر. فهو شايفك بتجهدي وبتحطي وبتعملي وربنا هيساعدك، ربنا ان شاء الله هيساعدك. يا رب طريقتي تكون عجبتكم. وطبعا انا ما كملتش كل الكلام اللي عندي، بس انا هحاول ان انا علشان ما بقاش يعني الموضوع تخش في بعضها. كمان لما بسرح الموضوع بيخش في موضوع. فهكتفي معاكم بكده واشوف رايكم ايه في الكومنتات، وعلى رغباتكم وعلى كلامكم اللي بتكتبوا لي في الكومنتات انا هعمل لكم فيديوهات تانية كتيره عن الميزانيه وعن كل حاجه بالظبط. اشوفكم على خير ان شاء الله مع فنجان قهوه مع ميمو. باي باي.